في الفيديو ده هناخد مراجعة شاملة ليونت 1. اليونت ده بعنوان Around Town، يعني حول المدينة. افكركم برضو باليونت ده كان بيتكلم عن ايه. اليونت ده اتكلم على giving directions، اعطاء الاتجاهات، ازاي توصف لحد مكان مثلا. وكان في برضو means of transport، وسائل المواصلات. واتكلمنا بعد كده على جزء الجرامر، وكان في البريزنت سيمبل، وكان في prepositions of place and prepositions of time، يعني حروف جر خاصة بالوقت وحروف جر خاصة بالمكان. كل ده هناخده بالتفصيل دلوقتي. نبدأ مع بعض ونشوف الكلمات المهمة الموجودة في اليونت ده. أول كلمة restaurant. restaurant مطعم. aquarium. aquarium متحف أحياء مائية. botanical gardens. botanical gardens حدائق نباتية. sports center. sports center مركز رياضي. monuments. monuments آثار. peaceful هادئ peaceful. space exhibition. space exhibition معرض الفضاء. ferry معدية أو عبارة. ferry. comfortable مريح. comfortable. passengers ركاب أو مسافرين. passengers. railway سكة حديد. railway. jewelry مجوهرات. jewelry. century. century قرن 100 عام. pottery أواني. pottery. look forward to يتطلع إلى، وبيجي بعدها verb زائد ing أو اسم. borrow. borrow يستلف، تستلف حاجة. platform رصيف قطار. platform. on the corner على الناصية. on the corner. الكلمات دي لازم تتعرف كويس جدا وتتحفظ، عشان هتساعدك بنسبة كبيرة جدا في حل سؤال اختر، وفي حل أسئلة كتيرة كمان. الجزء اللي بعد كده اللي هنتكلم عليه هو جزء اللي فيه زمن المضارع البسيط، البريزنت سيمبل. طيب الزمن ده بيعبر عن ايه او بنستخدمه في الزمن ده؟ بيعبر عن حقائق علمية، او بيعبر عن عادات انت بتعملها مثلا كل يوم. حقائق علمية زي ايه مثلا؟ لما اقول the sun rises in the east، الشمس بتشرق من الشرق، دي حقيقة علمية محدش بيقدر يختلف عليها، فساعتها بنستخدم زمن المضارع البسيط. طيب الاستخدام التاني للمضارع البسيط وهو بنستخدمه مع ظروف التكرار، اللي هي always, usually, every, often, sometimes, never. حاجات زي دي بنستخدمها مع زمن المضارع البسيط. لما اقول مثلا I usually go to school on foot، انا دايما او عادة بروح المدرسة على الاقدام. طيب الزمن ده بيتكون من ايه؟ زي ما احنا عارفين عندنا ضمائر زي I, you, we, they، ده بيجي معاه مصدر بعدها على طول. اقول مثلا I eat. eat ده مصدر الفعل. طيب ضمائر زي he, she, it هيجي بعدها مصدر برضو، بس متضاف ليه اس او es او ies. لما اقول مثلا سارة usually goes to school on time، في عندنا هنا ظرف تكرار اللي هو usually عادة، جه بعده goes، ضفنا es للفعل ده عشان احنا بنتكلم عن he وشي وات. طيب فين هي وشي وات؟ شي اللي هي سارة، سارة بنعوض عنها بشي. طيب الزمن ده معروف طبعا ان في حالة النفي بننفي بدونت و doesn't. don't مع ضمائر زي I, you, we, they. طب doesn't مع he وشي وات. في حالة السؤال بنسأل بدو و does. do و does. لما اقول مثلا do you usually watch TV after 9، فانت تقول لي yes I do. لو ما بتتفرجش no I don't. يبقى عرفنا الزمن ده بيتكون من ايه وبنستخدمه في ايه، وفي حالة السؤال عامل ازاي، وفي حالة النفي عامل ازاي. هي دي الحاجات بالظبط اللي هتذاكروها في الزمن ده، تكوينه واستخدمناه في ايه، وحالة السؤال وحالة النفي. الجزء اللي جاي بعد كده هنتكلم فيه على giving directions، اعطاء الاتجاهات. ازاي توصف لحد مكان، واحد عايز يوصل مكان فانت بتوصفه له بالانجليزي. هنوصفه له ازاي؟ ممكن نقول له مثلا go straight on
then turn right، يعني خليك ماشي على طول وبعد كده احود يمين. طيب الكلام ده بيفيدنا في ايه؟ الحاجات دي هتفيدنا في حل سؤال الديالوج، بنسبة كبيرة هيفيدك في حل سؤال الديالوج، عشان واحد مثلا بيسألك سؤال فانت هترد عليه بوصف مكان او عايز توصف له طريق معين، فلازم تعرف الجمل دي بالظبط. ممكن تقول له مثلا take the second road، خد الشارع التاني، the museum is on the left، هتلاقي بعد كده المتحف على شمالك. تاني حاجة هنتكلم عليها وهي discussing timetables and public transport. هنبدأ نتكلم أو نتناقش على المواصلات والمواعيد. timetables اللي هو جداول المواعيد. كل ده طبعا بيفيدك في سؤال conversation، ازاي هو لما حد يسألك سؤال هتجاوب عليه ازاي، او لما حد يسألك سؤال هتوصف له الطريق ازاي. كل دي حاجات لازم تبقى، الجمل دي بالذات لازم تبقى عارفها. ممكن اقول مثلا، احنا بنتكلم على المواعيد والمواصلات، هقول له مثلا what time does the next train leave، امتى القطر الجاي هيغادر، فممكن يرد عليا يقول لي it leaves at 9 p.m. تالت حاجة هنتكلم عليها making suggestions، ازاي تعمل اقتراحات او تقدم اقتراح. انت مثلا واقف مع واحد زميلك فعايز تقترح عليه يعمل حاجة، ممكن تقول له مثلا would you like to meet up this evening، ممكن نتقابل النهاردة بالليل، فانت بتقترح عليه، ممكن هو يوافق او يرفض. لو هيوافق ممكن يقولك that's a great idea، طب لو هيرفض ممكن يقولك I am not sure، يبقى للرفض I am not sure. موافق هتقوله that's great idea او great idea، فكرة كويسة. طيب ممكن اقترح بحاجة تانية، ممكن اقول why don't we، او ممكن اقول how about او what about. how about what about هيجي بعدهم verb زائد ing. ممكن اقول مثلا how about playing video games. بس ده كده كان ملخص سريع لليونت. ما تنسوش لو انتوا جداد على القناة تشتركوا وتدوسوا لايك على الفيديو ده عشان يوصل لكم اي حاجة جديدة بنزلها.